السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال، اللهم امين. الفيديو بتاع النهاردة فيه فكرة حلوة جدا وهتفيدكم وهتعجبكم ان شاء الله، وهتوفر عليكم فلوس كمان. انا معايا هنا صفيحة سمنة وهشوي فيها السمك. ازاي بس يا ام ادم؟ دلوقتي هتشوفوا وهتاكلوا احلى سمك مشوي على صفيحة السمنة. ازاي؟ كملوا معايا الفيديو للاخر، وفي تكات وحاجات بسيطة كده عشان تطلع معاكم مظبوطة ان شاء الله. بس زي ما احنا متعودين لازم نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. اولا احنا محتاجين صفيحة سمنة كبيرة، لو عندك يبقى خير وبركة، لو ما عندكيش هتشتريها ب2 جنيه او بجنيه. صراحة مش عارفة هي بكام لان الصفيحة دي كانت عندي. اولا زي ما انتوا شايفين كده الصفيحة بيبقى فيها من الطبيعي اللي فيها فتحة من قدام، احنا مش هنيجي جنبها، احنا هنفتح الحتة اللي ورا، هنفتح الصفيحة من ورا، هنحوش الجزء اللي تحت ده خالص، احنا مش عايزينه. طب ليه يا ام ادم؟ عشان احنا لو جينا نولع في الصفيحة ونعملها زي الكانون كده، فلازم يبقى فيه هوا بيدور جوه في قلب الصفيحة، يعني ما ينفعش يبقى ليها فتحة واحدة. لو عملت كده الدخان هيبهدل عينيكي ويبهدلك، لازم الصفيحة تتفتح من تحت عشان الهوا يدور جوه والولعة بتاعتك تبقى كويسة. وده اول عامل معانا. هنفتحها ازاي؟ بالفتاحة بتاعة الكاكولا، او هتجيبي سكينة وتجيبي مثلا ايد الهون او شاكوش عندك، وهتمشي عليها لغاية ما تتفتح معاكي كاملة. وخلي بالك من ايديكي عشان يا حبيبتي ما تتعوريش، وياريت تفتحيها مسوية عشان ما تتعبكيش معاكي ولا تعورك. وبعد كده برضك للامان، للحرص يعني، هاتي الشاكوش اللي انت فتحتي بيه واتك عليها داير ما يدور مكان ما فتحتي الفتحة بتاعة الصفيحة، عشان برضك حرصا ان يكون فيها اي حاجة تعور ايدك. اولا احنا مش هنيجي الناحية اللي احنا فتحناها، دايما هنمسك الصفيحة من الناحية دي، الناحية دي امان دايما، وانت شايلاها او انت بتعملي فيها اي حاجة دايما تمسكيها من ناحية الامان بتاعتها. وطبعا اكيد اول ما تجيبيها لازم تغسليها من السمنه، لان لو ولعتي فيها وهي مطرحها سمنه بتطلع دخنه وريحه مش طبيعيه، والصفيحه كلها اصلا بتلاقيها، هتلاحظي ان هي كلها ولعت. لازم تغسليها كويس جدا، ما تسيبيش فيها سمنه او بواقي سمنه، هي اصلا صفيحه السمنه فكده كده بيبقى فيها بواقي سمنه. فطبعا من المنطقي ان احنا لازم نغسلها كويس جدا قبل ما تعملي فيها اي حاجه. يبقى احنا لازم نغسلها الاول وبعدين نفتحها من تحت، فتحة كلها نفتحها من تحت الصفيحة، وكده يبقى خلصت الصفيحة جاهزة ان احنا نشوي فيها السمك. وزي ما قلتلكوا اي حاجة عندك تكون تقيلة يا دوبك تساوي حرف الصفيحة عشان تكون في امان. استني، اوعي ترمي القطعة اللي احنا اشتريناها من الصفيحة. طب هتنفعنا في ايه؟ هقولك دلوقتي تنفعك في ايه. شفتي يا حبيبتي لما تكوني بتعملي محشي او مثلا رز، والرز بتاعك ساعات بيتلسع كده، ديت بقى هنسميها ردادة، يعني هنعتبرها كده زي صاج نحطها تردد الرز بتاعنا والمحشي عشان ما يشيطش معانا. تمام، يعني احنا مش هنرمي اي حاجة، هنستفاد من كل حاجة ان شاء الله. وتعالوا بقى نطلع فوق على السطح عشان نشوي السمك بتاعنا على الصفيحة. اول حاجة انا بحط كمية وايد اي حاجة عندك، خشب ماشي، ده اسمه عبل بتاع العنب، هدخله كده في قلب الصفيحة، وهجيب اي قش واي ورق عشان بس يولع معايا ويشبك معايا على طول. وطبعا بكون غاسلة السمك وفتحت بطنه ونضفته كويس، ومعايا الردة ومعايا الدقة بتاعته اللي هحطه بعد ما يتشوي فيه، هحدقه بيها يعني. يلا حبايب نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، عدد خلقه ورد نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. اول حاجة جبنا غلافة ورق كده عشان تولع معانا على طول، وبعد كده هنسمي الله وندخلها جوه في قلب الصفيحة. طبعا ممكن تعملي الحركة دي فوق على السطح او في البلكونة او قدام الشقة، وتحطي حاجة امان كده وتشوي عادي، وتوفري فلوس الشواية بتاعة السمك. يلا حبايب شجعوني واشتركوا في قناتي عشان تكبر بيكم ان شاء الله،
وفعلي الجرس عشان يوصلك كل حاجة جديدة انا بنزلها. وفضلا وليس امرا تعملي لي لايك للفيديو ويبقى كتر خيرك يا حبيبتي. اول حاجة لازم الصفيحة بتاعتك تسخن كويس جدا، وهتجيبي حبة ردة زي ما انا عملت كده بالظبط وتحطيهم على الصفيحة. الخطوة دي مهمة جدا ليه؟ لان الصفيحة لسه اول يوم النهاردة هنولع فيها. على فكرة انا بعمل كده على طول، يعني مش اول مرة ولا هي تجربة، انا كده كده على طول من سنين. وانا ما اجي اشوي سمك ومزنوقة ومش عارفة اشويه على الكانون، بشويه على الصفيحة واخلص نفسي على طول. حبة الردة اللي انا حطيتهم على الصفيحة الاول دي عشان الصفيحة زي ما انتوا عارفين في لون في الصفيحة، والرسم اللي موجود ده والدهان اللي على الصفيحة لازم تحطي ردة. وبعد كده لما بتاع الولع تولع خلاص كده الردة مع الدهان ده بيروح خالص، وبيبقى اللون اللي انتوا شايفينه كده بيبقى عاملة زي الصاج بالظبط. يبقى لازم تحطي رشة ردة قبل ما تحطي السمك، ولازم الصفيحة بتاعتك تكون ساخنة جدا عشان السمك ما يلزقش منك والاخر تقولي ده منفعش النشوي السمك على الصفيحة. لازم تكون ساخنة جدا. وبعد كده تسمي الله وتتبلي السمك بتاعك بالردة وتبدأي ترصي على الصفيحة من فوق. وطبعا لو الكمية بتاعتك كتير يعني لسه في دور تاني عادي خالص، اما الدور ده يطلع حط الدور التاني زي ما انا هعمل كده بالظبط. وما تتخليش النار بتاعتك تنطفي، دايما دايما تحطي لها على طول وايد عشان تولع معاكي. شايفين النار اصلا ولعة ازاي؟ خليها كده معاكي على طول عشان السمك يتشوي معاكي وما يلزقش معاكي. وطبعا ده وفر كتير جدا لفلوسك، وحتى كمان لو انت عندك فرن غاز او بتشويه على الغاز هيوفر معاكي الانبوبة بطريقة مش معقولة صدقوني. وطبعا لو انت ما عندكيش وايد او حاجة تولعي بيها اي حاجة انت بتشتريها وبتيجي ترميها في الزبالة اعملي لها اعادة تدوير. زي ايه؟ زي اي حاجة جبت علبة بسكوت، جبت كيس فيه ورق ولا فيه حاجة، كراسة لابنك خلصت خلاص ما ترميهاش، حط ده كله في كيس في كيس. واخر الاسبوع هتكوني جمعتي كمية من الوقيد عشان تولعي بيها، وولعي وكلي احلى سمك مشوي تكليف حياتك فوق على السطح وعيشوا يوم حلو كده. وممكن كمان تجيب البراد بتاعك وتعملي شاي عليها، تحط الشاي برضك على الصفيحة مكان السمك كده وتشربي احلى شاي على الراقية. صدقوني بتفرق معاكم. ودلوقتي احنا بندور على التوفير وعلى اعادة تدوير اي حاجة مش عندك هتولع. انتوا عارفين حتى لو ازازة الزيت بتاعتك خلصت ما ترميهاش هتولع معاكي. ده كمان بتولع معاكي في الاول ممتازة، يعني بتساعد ان الولعة بتاعتك تولع بسرعة. حطيها في الاول وهي تولع معاكي على طول. طبعا البطة بتاعتي الحمد لله عايزة تستغل اي فرصة وتاكل سمكاية. صدقوني بجد والله كل شوية تلف ومش هاممها الولعة يعني جبارة. مش الدنيا ولعة وهي جاية عايزة تاكل سمكاية. ايه رأيكم نديلها سمكاية ولا ايه؟ ملهاش حظ ولا ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده السمك بتاعي اصلا متوسط، يعني ما بياخدش وقت كتير زي ما يكون سمك كبير. لا السمك كبير طبعا بياخد وقت، كل حاجة اما تكون كبيرة كل ما تاخد وقت اكتر واكتر. وطبعا لو انت جايبة سمك اكبر من كده يستحسن تسيبيه على النار لحتى لما النار تهدى شوية تسيبيه يتردد عشان ما يبقاش فيه دم. ما تستعجليش ياخد معاكي لون وتطلعيه ويكون جواه دم، لا اهدي عليه. لو هو اكبر من كده سيبيه يتردد براحته. وبعد كده هحط بقى الطبقة التانية من السمك. يعني انا خلصت اول دور هحط دور تاني لان الصفيحة ما خدتهمش كلهم. والسمك بتاعنا اتشوى وبقى زي الفل. ويا سلام على ريحة السمك المشوي. فاكرين في ناس اصلا زمان كانوا متعودين ان اهاليهم يشوي السمك على الكانون، ودلوقتي حسب شغلهم راحوا في مدن وما عادوش عارفين ياكلوا السمك على الكانون. انا جبتلكوا يا ستي السمك على الكانون، قانون متنقل يعني تنقليه في اي حتة. ولو حتى مش عارفة تجيبي تنقليه ورحتي مكان تاني هجيب صفيحة بقولكوا ب2 جنيه، هي ما تزيدش عن كده يعني. بس انا عندي صفايح، انا الصفيحة اللي بجيبها ما برميهاش بستعملها، بحط فيها ردة، بحط فيها دقيق، بحط بستعملها، احط فيها رز
دايما يكون عندك اعادة تدوير وما ترميش حاجتك بسهولة كده. اي حاجة ينفع تستخدم استخدميها. وده السمك اللي احنا شويناه، ده الجزء الاولاني، الدور الاولاني. هنحدقه كده في الدقة، والتاني طبعا على النار زي ما انتوا شايفين بيتشوي على النار. طبعا الدقة بتاعتنا توم وكمون وشطة وفلفل وليمون وطماطماية وملح وفرميهم في الخلاط هيديوكي احلى دقة. ودي السمك بتاعنا، يا سلام يا سلام يا سلام، هو ده الكلام. احلى حاجة في الدنيا وانت مطلعة السمك كده من عالكانون وولع نار وتاكلي وبألف هنا وشفا. السمكية دي بيبقى ليها طعم تاني كده، معرفش حد فيكم جرب الموضوع ده ولا ايه؟ ربنا يديلها الصحة وطولة العمر لأمي، كانت دايما تديني السمك وانا واقفة جنبها، تديني سمك واحنا بنشوي وهو طالع مشطشط كده ومولع نار من على الكانون. فبقول لكم لحد دلوقتي السمكة اللي بناخدها من على الكانون بيبقى ليها طعم تاني. وطبعا عشاق السمك المشوي كتير، طبعا مفيش احلى من السمك المشوي صراحة. طبعا البطة جابت الدكر وبرضك مش سايبيني في حالي، اعمل ايه؟ خلاص عدنا بناكل ونديلهم السل، يعني ملهمش نفس اهو ياكلوا معانا هم رخرين. وكده خلاص الدور التاني بتاعنا قرب يطلع. انا قلبت جزء منه، ودايما لما تكون السمكية لسه ما استوتش كويس تسيبيها براحتها عشان تاخد معاكي لون وتطلع معاكي زي العسل. زي ما انتوا شايفين كده السمك مستوي ولحمته بيضة وزي السكر بجد، كان زي العسل والله. بألف هنا وشفا للي كل. ايه رأيكم في الفكرة دي يا حبايبي؟ شجعوني كده يلا واشتركوا معايا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل حاجة جديدة، وعشان قناتي تكبر كمان وكمان. وياريت تعملي لايك عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من المشاهدين، وعشان الفيديو يترفع اكتر واكتر معانا يا حبايبي. وبجد انا بحاول اجيب لكم فيديوهات تكون مفيدة وعلى قد ما هي تكون بسيطة بس مفيدة ليكم يا حبايبي، وتكون بتوفر لا فلوس لا مجهود، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا ان شاء الله. وطبعا زي ما قلتلكوا ما تسيبوش الولعة تطفي تحت السمك، عشان لو سبتوها هتطفي وتيجي تولعوا هتدخن معاكوا وتبهدلكم، وفي نفس الوقت كمان ممكن السمك يلزق معاكوا على الصفيحة. فدايما لما الولعة تكون شديدة دايما ما السمك بتاعك يتشوي وياخد لون ويستوي كمان. وكده بقى السمك بتاعنا قرب يطلع خلاص اهو، قربنا نخلص. طبعا يفضل ان انت تكوني عامله الرز وعامله السلطه، غسله الجرجير، مقطعه قته، مجهزه حاجتك كده على الصينيه عشان تاكلي السمك بتاعك وهو ساخن. يعني ما تشويش السمك الا في اخر حاجه خالص، يكون خلصتي كل حاجتك على الاكل على طول وطلعي شوي السمك عشان تاكليه وهو ساخن كده. ويا ريت الدقه بتاعتك كده تكون مشطشطه عشان السمك المشوي اصلا بيحب الدقه تكون مشطشطه كده. ولا ايه بتتفقوا معايا ان السمك بيبقى اطعم واطعم لما يكون مشطشط؟ طبعا لو في عيال اطفال خلاص نخليها باردة عشان خاطرهم، او نص نص يعني ما نزعلش حد. وكده الحمد لله ورضا خلصنا السمك بتاعنا وشوينا احلى سمك وعملنا احلى دقة واحلى سمك مشوي تاكليه على صفيحة السمنة. ويا سلام يا سلام هو ده الكلام. وكده خلاص خلصنا ونزلنا، وتعالوا بقى شوف السمك بتاعنا مستوي ولا ايه، ولا انا بضحك عليكم ولا ايه؟ اهو السمك لحمته زي العسل، بيضة ومستوي ومية مية، ويستاهل بقكم يا حبايبي. وكده الفيديو بتاعنا خلص النهاردة يا حبايب، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله لو لسه في العمر بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.